السلام عليكم. شايفين اهو، احنا موطيين كنا عن العين خالص زي ما قلت لكم شمعة. بعد كده رحت قلبت العين وخليتها نص اهو، حمرت بجد ايه تحفة اهي طلعت. اطلعها. بصوا يا بنات، اهم حاجة في الفراخ المقرمشة انك توطي النار عليها لحد ما تستوي من جوه، وبعد كده تروح معلية عليها نص عشان تاخد لون وتبقى لونها ذهبي وحلو ومقرمشة اهي. هصفيها في المصفاية. ممكن لو عندك ورق مناديل مطبخ هتصفيها عليها، بس انا ما عنديش الصراحة. حطيت المصفاية دي عشان اصفي فيها اهو. اوعي تحطي الفراخ في الزيت وهو بارد، لازم يبقى سخن وزيت كتير، لازم يبقى زيت كتير وغزير عشان يديك القرمشة. يا حلاوة حلتنا. تعالوا شوفوا تفاصيل الرز، هيطلع تحفة. بنات ما تنسوش بالله عليكم الاشتراك واللايك وتعليق حلو منكم. شايفين تفاصيل الرز؟ واو اهو، مفلفل. انا بظبط المية بتاعت الزجية بتاعته، فبالتالي ما بيطلعش مني معجن ابدا اهو. شوفي لي بقى التفاصيل الرزاية ازاي، شوفيها لي، حققي كده من التفاصيل بتاعة الرز. شايفة لي حتة البصلة ولونها عامل ازاي اللي في الجنب، انا بحبها كده اهي. شايفة؟ اوعى على الفراخ المقرمشة بتاعتنا الاجنحة. على فكرة الاجنحة دي انا وعيالي كنا بنروح مكان في المحافظة في الصوت عندنا بندفع فيها مبلغ عشان ناكلها بالطريقة دي، بس بعد ما اتعلمت الطريقة بتاعتها استحالة ادفع فيها المبالغ اللي احنا بندفعها دي. انت عارفة كيلو اجنحة بيعمل لي ما شاء الله كمية قد كده، والكيلو الأجنحة عندنا في أي مصمت ما بيعديش 100 جنيه، هو 70 جنيه وشوية دقيق، وبيبقى أحلى كفر وأحلى فراخ مقرمشة بتاكليها. اسمعي كده صوتها، سمعت صوتها؟ على فكرة اللي في العلبة ده مش كاتشب، دي التومية اللي أنا عملتها قبل كده معاكم. بنحب ناكلها مع الحاجات اللي زي كده. هي كانت مجمدة لأن الدنيا شتا طبعا، ودي بتتعمل بزيت فبتبقى مجمدة اهي. بنات بالله عليكم ما تنسوش الاشتراك، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك واللايك، كومنت حلو منك وتفعيل الجرس. تعالي شوفي بقى انها هي مستوية من جوه اهي. سر استوى من جوه، طلعت العضماية الواحدة سخنة، والله سخنة. كانت نار، انا مش مستحمل امسكها في ايدي اصلا من سخنيتها. بالله استحلفك بالله اللايك حلو واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكومنت حلو منك وتقولي لي انت بتتابعيني منين عشان نتعرف على بعض. شايفه؟ انا بحب الرز بصراحه، الرز بتاعي الرز ده باكله في مكان بره ما بيعجبنيش الصراحه، بيبقى عليه صوصات وبيبقى عليه فراخ مقطعينها على، ما بيعجبنيش ابدا، بس بحب الرز بتاعي. دي مش نرجسية على فكرة، ده ثقة في الله ان انا حاجتي ما شاء الله عليها بتطلع حلو. بالله عليكم ما تنسوش يا بنات، ما تنسوش الاشتراك.